وسع جايك دايو، جايك دايو، علي يا دايو، علي يا دايو، علي 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 الكاس الافريقية، علي وعلي الراية المغربية، علي هنا الراية المغربية خفاقة، والكاس الافريقية لبركان، والكاس افريقية اخرى لفريق النهضة البركانية. هنا تاريخ يكتب باقلام رجالات نهضة بركان، وعلم مغربي يرفع مرة اخرى بكل فخر واعتزاز، معلنا عن تتويج ليس فقط لبركان ولكن للكرة المغربية. فبرافو لرجالة بركان، برافو لمصدر وفخر الكرة المغربية على هذا الانجاز التاريخي الذي ينضاف للسجلات والقاب وامجاد وكؤوس وبطولات على مدار عقود. بالنسبة للكرة المغربية لا يعرف قيمة كاس الكاف الا من عاش اجمل الذكريات، الا من تذوق حلاوتها وتذوق اجواءها. نعم، هو النهضة البركانية تعود على مثل هذه الاجواء، ومرة اخرى كما كان في نيجيريا وكما كان في الرباط، هنا في زنجبار يتم الاعلان بالفرحة عن تتويج فريق النهضة البركانية. مشاهدينا الكرام، هنا بركان، هنا في زنجبار كان الاعلان عن بطل كونفدرال افريقيا موسم 24-25. وسع جايك دايو، جايك دايو، علي يا دايو، علي يا دايو، علي 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 الكاس الافريقية، علي وعلي الراية المغربية، علي هنا الراية المغربية خفاقة، والكاس الافريقية لبركان، والكاس افريقية اخرى لفريق النهضة البركانية. هنا تاريخ يكتب باقلام رجالات نهضة بركان، وعلم مغربي يرفع مرة اخرى بكل فخر واعتزاز، معلنا عن تتويج ليس فقط لبركان ولكن للكرة المغربية. فبرافو لرجالة بركان، برافو لمصدر وفخر الكرة المغربية على هذا الانجاز التاريخي الذي ينضاف للسجلات والقاب وامجاد وكؤوس وبطولات على مدار عقود. بالنسبة للكرة المغربية لا يعرف قيمة كاس الكاف الا من عاش اجمل الذكريات، الا من تذوق حلاوتها وتذوق اجواءها. نعم، هو النهضة البركانية تعود على مثل هذه الاجواء، ومرة اخرى كما كان في نيجيريا وكما كان في الرباط، هنا في زنجبار يتم الاعلان بالفرحة عن تتويج فريق النهضة البركانية. مشاهدينا الكرام، هنا بركان، هنا في زنجبار كان الاعلان عن بطل كونفدرال افريقيا موسم 24-25.